ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون ريفيو عن كل انواع كريمات العين اللي انا جربتها الفتره اللي فاتت. بصراحه في حاجات قديمه قوي. هكلمكم عن كل دول بالتفصيل. تابعوا معايا الفيديو للاخر، بس الاول اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك وشير للفيديو، وتابعوني على التيك توك والانستجرام، بسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي. بصوا، دي تجميعه كريمات العين اللي انا بجربها بقالي فتره كبيره قوي. في حاجات مقاطعه، ودي انا جربتها من قبل موضوع المقاطعه خالص. وفي حاجات فاشله جدا، ويعني هنتكلم كده بالتفصيل عن حاجه حاجه. يلا نبدا. بصوا، انا هبتدي بالاسوأ فالاحسن يعني. اول حاجه جربتها بتوع كولاجرا. دول انا مش عارفه الشركه دي كولاجرا دي، انا مش عارفه ومش فاكره دي مصريه ولا مش مصريه، مش عارفه حاجه. بس هما كانوا فاشلين قوي. ليه جبت اتنين؟ انا اشتريت واحد وده لقيته جالي مع اوردر هديه. الكريم ده المفروض ان هو كريم وكونسيلر في نفس الوقت، يعني المفروض ان هو هيعالج وهيرطب وهيديك اللون علشان تستغني عن الكونسيلر. اولا هو ده ب 160 جنيه الواحد، ب 160 جنيه. فاشل جدا، عمل لي حساسيه اول ما حطيته. عمل لي حساسيه فوق عيني. وطلع لي كده نقط بيضه فوق عيني. الكلام ده من بدري قوي، من فتره كبيره قوي يعني. انا بس فضلت محتفظه بيه علشان لما اجي اعمل الريفيو اكلمكم عنه. حتى يعني انا ولا استخدمته ككريم ولا ككونسيلر، لانه كان قاسي جدا على العين وعمل لي فعلا حساسيه شديده. خلوا بالكم، المنطقه دي حساسه قوي، لازم نخلي بالنا من المنتجات اللي احنا بنستخدمها فيها. مش اي حاجه وخلاص يعني. فده سيء جدا، كان سيء معايا ويمكن يبقى وحش مع غيري كمان. البشره الحساسه تخلي بالها قبل ما تشتروا اي حاجه، اعملوا تيست كده بسيط. بالذات كريمات العين، علشان الموضوع ده حساس جدا والمنطقه دي فعلا بتلتهب جامد. زي ما قلت لكم ده ب 160 جنيه. انا معرفش كلاجرا مع المقاطعه ولا لا بصراحه، وهم كانوا عندي من بدري، وانا استخدمت واحد فيهم حبه كده لما عيني اتحسست ركنته، ولما التاني جه هديه ما فتحتهوش اصلا. وكنت مستنيه ان انا اعمل الريفيو وخلاص وهرميهم طبعا، لان هم طالما حسسوني يستحيل يعني استمر فيهم او حتى اديهم لحد. ما انصحش بيه حد خالص، لان واضح ان هم سهل ان هم يحسسوا العين يعني. هم طبعا مكتوب في يعني عليهم يعني ان هم بيعالجوا الهالات وبيرطبوا كويس وبيعالجوا الخطوط، بيملوا الخطوط وكده. انا ما اعرفش الحاجات دي، انا ما يعني ما لحقتش اوصل للمراحل دي، لان هم عملوا لي حساسيه من اول استخدام. فده كده اول نوع. تاني نوع بتاع لوريال، برضو مجرباه من فترة. لوريال مقاطعة، وانا بطلت اجيب حاجة لوريال خالص. انا بس بكمل الريفيو يعني بتاعي علشان نبقى غطينا كل كريمات العين. بصوا، لوريال ما عملش حاجة يعني، مش وحش، بس ما عملش حاجة فظيعة يعني. هو ب 105. ده اللي هو بحمض الهيلورونيك. ومكتوب ان هو يناسب البشره الحساسه وكده، كل انواع البشره. بيشيل الخطوط وبيرطب وكده. هو كان بيرطب معايا يعني، ما كانش وحش. بس هو غالي يعني ب 105، ومش الحاجه الفظيعه اللي ما اقدرش استغنى عنها، هو كده كده مقاطعه. فانا خلاص اول ما خلص يعني انا جربته وخلصته اصلا قبل موضوع المقاطعه. ف مش هتجيبه تاني بسبب المقاطعه، وبسبب ان هو مش احلى حاجه يعني، في حاجات احلى منه بكتير. فده كده تاني نوع. تالت نوع بتاع ايفا، ده حلو قوي بقى. ده كان ب 158. ده حلو جدا جدا. بخلاصه اللؤلؤ الابيض. بيفتح وبيرطب كويس قوي. عايزه اوريه لكم بس من جوه. بصوا، طبعا كل كريمات العين يعني حجمها صغير. هو ده كده شكله من جوه. حلو جدا جدا. ايفا منتجات مصريه، فمعانا يعني مش تبع المقاطعه. حلو جدا، بيرطب حلو قوي. وبيفتح المنطقه دي حلوه بطريقه حلوه يعني. مكتوب ان هو بخلاصه اللؤلؤ الابيض. بصوا، ده انصحكم بيه قوي، ده جميل جدا. حلو جدا.
مفعوله هيظهر بسرعه. الناس اللي عندها هالات مكتوب ان هو خلال شهر يعني بيظبط لكم موضوع الهالات. انا ما عنديش الحمد لله، فما جربتش الموضوع ده، ما اقدرش احكم عليه، بس هو بيرطب حلو جدا. سعره 158. ده كده اول نوع من ايفا. ايفا كمان ليها نوع تاني، ده حلو جدا. ده الاتنين ب35 جنيه. لما جيت اجربه من على امازون ما كانش ينفع اشتري واحد لوحده، لازم اشتري اتنين مع بعض. فالاتنين ب135. الاتنين ب35، انا اسفة، الاتنين كان ب35. ده مكتوب عليه ان هو بيشيل الهالات، هو بالخيار، مكتوب عليه تركيبة غنية بالخيار والفيتامينات، وان هو بيشيل الهالات والانتفاخات تحت العين. هو بيرطب حلو قوي قوي جدا. انا ده في الروتين بتاعي اللي في الفترة دي. انا كنت جايبة اتنين، واحد قرب يخلص وهبدأ في التاني، وبصراحة هفضل مستمرة عليه لانه عاجبني حلو جدا. سعره حلو، وايفا طبعا مش مقاطعة، فبالنسبة لي حلو جدا. بيرطب المنطقة دي، بيرطبها ترطيب عميق جدا. انا بحطه حوالين العين كلها، من اول تحت الحاجب وتحت العين كله. فعلا بيرطبها بطريقة رهيبة، حلو قوي قوي قوي، وسعره مناسب. وبيسيب حتة تفتيحة، يعني بيفتح تحت العين كده. مع الاستمرار هتلاقي المنطقة دي اتفتحت شوية، فحلو جدا. ومش بيعمل لون، هو مش كونسيلر خالص، هو اول ما تحطيه كده ويعني تعملي مساج خفيف كده اللون هيختفي. بعد كده النوع بتاع لاروش بوزيه مقاطعة. وهو ما كانش يعني، هو كان غالي قوي. انا مش فاكرة كنت جايباه بكام، بس دلوقتي لما بدور عليه علشان اكلمكم عنه يعني لقيته ب900. مش عارفه فعلا يعني حقيقي يعني كريم العين ب900 جنيه. يعني انا لما جبته ما كانش كده خالص، كان اقل من كده بكتير. هو كده كده مقاطعه، فهو غالي ومقاطعه، انا مش هجيبه تاني، بس برضو اكلمكم عنه يعني من باب الامانه ومن باب ايه الريفيو. للامانه هو كان حلو، بيرطب حلو قوي، وهو فيه الحته المعدن دي بتعملي بيها مساج كده تحت عينيكي يعني. حلو، كان حلو، بس عمري ما هجيبه تاني لانه هو مقاطعة وغالي ومش احسن حاجة. يعني بتاع ايفا اهو مثلا عادي، اهو مصري، منتج مصري ورخيص وبيأدي الغرض وجميل جدا، حلو قوي. وحتى التاني برضو وده كمان حلو جدا. ده ممكن يعني غالي شوية بس برضو حلو. فطبعا كون اني اجيبه تاني لأ، وخصوصا بعد الاسعار بتاعت دلوقتي ب900 جنيه. طبعا لكريم عين صعبة شوية، بس كان كويس يعني، ما كانش وحش، ما ضرش تحت عيني خالص. هو صناعة فرنسية. ف ده كده بتاع لاروش. اخر حاجة بتاع ارجنتو ده مصري، ده منتج مصري. ده كان ب59 جنيه. ده حلو قوي، حلو جميل، كان برضو بيرطب تحت العين كويس قوي. وموجود على طول في امازون وفنون. على فكرة الحاجات دي كلها موجودة على امازون، ودلوقتي انا مطلعة الاسعار بتاعتهم. هما دلوقتي على امازون بالاسعار دي، فكل ده متوفر للي حابب يعني. بتاع ارجانتو ده حلو جدا، عجبني قوي. ارجانتو تبعنا برضو مش مقاطعة، فحلو جدا، بيرطب حلو قوي 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 المنطقة دي. وحطيه قبل ما تنامي. لو فوق عينك في انتفاخات او تحت عينك مرهق او كده، حطيه قبل ما تنامي، هتصحي تلاقي كل ده مختفي يعني. فده برضو من الحاجات الحلوة قوي. صناعة مصرية وسعره كويس، وفعلا بيعالج اي تعب في المنطقة بتاعت حوالين العين. فدول الكريمات اللي انا جربتهم. ده الارجنتو ده حلو جدا ومصري. لاروش خلاص تبع المقاطعة، مش هنكرره تاني وغالي قوي. ايفا اللي هو بتاع بي وايت، ده اللي هو من اللاين بتاع بي وايت، ده حلو جدا جدا، بستخدمه الفترة دي. بيفتح الهالات. ما جربتش موضوع الهالات لاني ما عنديش الحمد لله، بس هو مرطب كويس قوي، بستخدمه كل ما اعمل الروتين بتاعي. يعني كل ما اغسل وشي واحط
ابتدي اعمل الروتين بتاعي بتاع بشرتي، يعني السيرم وكده، اروح حطها على طول. وده برضو بتاع ايفا، اللي هو باللؤلؤ الابيض، ده برضو حلو قوي، ده جميل جدا جدا. يمكن يكون غالي شويه ب 158 بس، يعني ده بتاع لوريال، ده مقاطعه. كان حلو بس انا مش هجربه تاني لان هو مقاطعه، وبرضو في نفس الوقت غالي ب 105 وكده. وليه بدايل، طالما الحاجه ليها بديل حلوه يعني، خلاص نلتزم بموضوع المقاطعه. فده انا مش هكرره تاني. بتاع كلاجرا ده اللي كان سيء جدا جدا، انا معرفش اصلا دي الشركه دي تبعنا ولا لا، بس في كل الاحوال خلوا بالكم منه لانه بيعمل حساسيه. جربته وبيعمل حساسيه، وما كانش رخيص، يعني ب 160 جنيه، مش رخيص خالص، الواحد ب 160 جنيه، فما كانش رخيص. وكده كده انا معرفش الشركه دي مصريه ولا لا. بكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ده ريفيو سريعا عن كل انواع كريمات العين اللي انا جربتها من فترة كبيرة، مش الفترة دي بصراحة، من قبل المقاطعة بكتير جبت لاروش وجبت لوريال. احلى حاجة فيهم بتوع ايفا، شركة ايفا عمرها ما فشلت معايا، وعمرها ما فشلت في انها تدينا منتج حلو. فطبعا اكتر حاجات انصحكم بيها الاتنين بتوع ايفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تنوروني بالاشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتتابعوني على التيك توك والانستجرام، بسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.